قطار التنمية. حينما تعانق السكك الحديدية رمال الصحراء لتصنع المجد من وهران غرباً إلى عنابة شرقاً، ومن الجزائر العاصمة شمالاً إلى أقصى نقطة في عين قزام على حدود قارة أفريقيا، هكذا ترسم الجزائر خارطة طريقها نحو السيادة الاقتصادية الكاملة بشبكة سكك حديدية يتوقع أن تتجاوز 12,500 كيلومتر عند اكتمالها. تحليل استراتيجي لمسارات السيادة بالأرقام والمسافات. خط الغرب الأحمر، بوابة التعدين، حوالي 950 كيلومتر، يمتد ليصل إلى تندوف وبشار. هذا هو مفتاح الثروة الحقيقي، صمم خصيصاً لنقل خام الحديد من منجم غار جبيلات العملاق. هو الخط الذي سيحول الحجارة في قلب الصحراء إلى محرك للصناعة الثقيلة في الشمال، وبقدرة نقل تصل لملايين الأطنان سنوياً.